سعد أوقاتكم حبايبي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم أروع بسبوسة جوز هند عند أم محمد. هذه يا بنات سميد، وهنا لبن، وهنا سميد ناعم، وهنا سميد خشن، هنا حليب، هنا سكر، هنا بيكنج باودر، هنا فانيلا. 4 بيضات. إذا كان البيض أكبر من هذا حط 3. أنا البيضات اللي عندي هذول حجمهم صغير فحطيتهم 4 عشان تعطيكي هشاشة وارتفاع. بنحط البيض أول إشي يا بنات هنا، بنحط عليه إيش الفانيلا وبنخلطه. المقادير رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. كتير طيبة، ويا سلام تعمليها المسا وتخليها تاني يوم. اعمليها المسا وخليها تاني يوم. كوني محضرة القطر، يكون قطرك بارد وهي تكون سخنة والقطر بارد، وشربيها مزبوط وحطيها لتاني يوم. بنسكر، بنحط لقيت ايش بعد البيض ما خفقناه، بنحط السكر، كاسة سكر، فانيلا وبيض وسكر، وبعدين بس نخفقه كويس بنحط زي هذا كوب سكر. بتحب تقلل السكر برجع إلك، يعني تحط نص كوب 2 كوب برجع لك. هنا كوب زيت، كوب زيت بالتدريج بننزله كله بالخفاقة. ما عندكش خفاقة زي هذه، بالمضرب اليدوي تعمليهم. هذا كوب لبن رايب. عندنا كمان نص كوب حليب سائل. ما عندكش حليب سائل، معلقتين حليب او معلقة حليب دوبيها في نص كاسة مية وحطيها عليه. نحط اللبن اول ونخلط، وبعدين هاي الحليب. لقيت خلص بدنا بالسبتلة عشان بدنا ننزل المواد الجافة اللي هي السميد مع ذرة ملح صغيرة مع البيكنج باودر. البيكنج باودر معلقة ونص كبار او 3 معالق صغار، معلقة ونص كبيرة بيكنج باودر بالمعالق المعيارية يا بنات، معلقة ونص كبيرة من المعالق المعيارية. جوز الهند كاسة ونص، خلطناه مع السميد، كاسة سميد خشنة ونص كاسة سميد ناعمة، كله بنخلطه مع بعضه. هذا اللي كان فيه عندي فستق حلبي مخلوط فيه، يعني هذا كنا مزينين فيه اشي حلا قبل هيك. وهنا لما تصير تنزلي النواشف لا تضربي من المضرب بكذا بسبتلة او بمعلقة خلطي. احنا ما بدنا نضرب يصير له عرق، يصير معك شادة او ماطة. سهلة وسريعة، حتى لو يعني قالوا لك ضيوفك كنت عنده، هم انت قاعدة انت وياهم بتقوم تسويها وتقدم ضيافتك وامورك كلها ان شاء الله بتكون تمام. بس يكون عندك قطر جاهز. دائما خلي عندكم يا بنات مقدار بسيط قطر جاهز للشغلات اللي زي هذه السريعة. بخليها ترتاح 10 دقايق في الصينية قبل ما نحط، احنا بننتهي نص صينية بنتفت طحينية او شوية زيت او اللي بدك اياه، حوسك بيها في الطحن في الصينية وخليها لك 10 دقايق. انا حامية الفرن طبعا، ما بيحمل الفرن الا ال10 دقايق رايحات، وبنحطها بالفرن وبتعطينا ولا اروع بسبوسه بجوز الهند. ايش فاخر من يا سلام. زي ما قلت لكم تاني يوم، اول يوم عملناها ما حدش اكل منها، غطيناها بس بردت بنغطيها، وتاني يوم بنقطع منها. ايش فاخر من الاخر. الله 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 الله. حمطناها في الفرن زي كأنك بتعملي كيكة يا بنات، كأنك بتعملي كيكة. درجة الحرارة وارتفاعها عن أسفل الفرن وبس. يعني أحيانا بتلاقيها تتحمر وهي وانت بتتحمر من الأسفل. بنحمل الفرن بتعطيكي لون من فوق خفيف. لا، إذا بدك تحمري أكتر شغل الشواية شوية صغيرة، وقطرك يكون جاهز، ما يكون مية وما يكون تقيل كتير وما يكون خفيف. ما يكون سخن. ما قلنا يكون القطر بارد، احنا حكيت يكون القطر بارد. أنا قاعدة بحط على الحواف وهلقيت بقطعها، وبعدين بنزينها بجوز الهند اللي هو اللي ضل عنا، بنزين فيها شوية. لازم تشربيها كويس عشان كلها ما تضل عندك طبقة من فوق ما فيش مش واصلها القطر. وإذا عملتيها وما ضل عندك قطر ولقيتي لا لسه الطبقة اللي فوق بدها كان قطر أكتر، بس تقطعيها اقلبيها، حطيها بعلبة أو جاط وقلبي القطعة، كله برجع على بعض القطر. هي بسم الله ما شاء الله. الغلاية هذه بتاعت القهوة غلاية كبيرة كانت مليانة وأخدتها. قطر مش خفيف، مش مية تشتش منك وتفشفش وتصير تتفتفت، ومش جامد ما يشربش البسبوسة، ما تشرب القطر. الله 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 الله. اللون حكاية والطعم حكاوي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن.
اشي فاخر من الاخر بصراحة. دايما خلي شوية قطر عندك كده جاهزين للسرعة للزوم، بتلاقيهن الجيب هذه بسرعة ما بتاخدش وقت معاكي. وعلينا وعليكم بالعافية قلبي.